مرحبا بكم في هاد الليلة الهادئة مع ثقافة في المخدة. غمضوا عينيكم ونوروا عقلكم وارتاحوا. اليوم غادي نسافروا لعالم الفلوس والاقتصاد باش نفهموا بكل هدوء علاش كاينة عملة طالعة في السماء وعملة طايحة في الأرض. أول حاجة خصنا نعرفوها هي أن العملة مثلها مثل أي سلعة كتباع وتتشرى، بحال مطيشة أو الذهب. السر كله مبني على العرض والطلب. قيمة ديال أي عملة كتجي من قوة ديال الإنتاج ديال الدولة والمصانع ديالها ومدى الثقة في الاقتصاد ديالها. أمريكان مثلا الدولار ديالها قوي حيت عندها اقتصاد قوي وحيت ربطاتو بالذهب بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن الغريب هو أن دول قوية بحال اليابان والصين كيخليو العملة ديالهم رخيصة بالعاني باش السلعة ديالهم تبقى رخيصة ويقدروا يبيعوها للعالم كامل وينافسوا في الأسواق. وإلا جينا للمغرب، الدرهم المغربي حتى هو عنده قصة طويلة ومشوقة. في القديم كانوا جدودنا كيستعملوا الموزونة والريال المخزني اللي كان مصاوب من الفضة. ومن بعد وقت الاستعمار دخل الفرنك باش يسيطر على السوق، حتى العام 1960 ملي سيدنا محمد الخامس الله يرحمه أسس الدرهم المغربي الجديد، رمز ديال الاستقلال. وبحكمة المغرب ربط الدرهم بواحد السلة ديال العملات فيها الأورو والدولار باش يحميه من الصدمات ديال السوق العالمية وما يخليهش يطيح ويطلع بالزربة كما كيوقع في بزاف ديال الدول الأخرى. ولكن حتى حنا قيمة فلوسنا كتبقى ديما مربوطة بشحال كنصنعو وشحال كنصدرو من الفلاحة والسياحة والصناعة. حيت إلا بقينا كنعتمدو غير على الاستيراد من برا، العملة الصعبة كتخرج من البلاد وقيمة الدرهم كتنقص. السر كله في الخدمة والإنتاج ديالنا. كنتمنى نكون خففت عليكم. بقاو على خير وأحلام سعيدة ومريحة مع ثقافة في المخدة.